في مواضيع، في ناس بتتكلم على التعليقات يقول لي عن فيديو كنت عامله قديم عن الكلام، يعني يقول لي عايز صورتك وانت قاعده في البيت براحتك، عايز صورتك وانت قاعده بهدوم البيت، طب صوري له فيديو او كلميني فيديو. في بنات بتسأل كتير عن الموضوع ده، اعمل ايه او ايه العلاج للكلام ده؟ الشخص اللي بيحبني يا جماعه بيحبني ارضى اللي هو الحاجه اللي هو بيعملها. يعني مثلا الكلام، مثلا يعني انا بتكلم معاك، انت راضي على الكلام ده خلاص، مش راضي على الكلام ده وفي خط احمر بيننا، مش هينفع اللي يتكلم في الكلام ده تاني. يعني مثلا ايه، انا بحب شخص واجي مثلا اتكلم في الكلام ده معاه، لقيته قفلني، خلاص كده ما اتكلمش. لقيته بقى بيتمادى في الكلام، هتمادى انا كمان، صح ولا انا غلطان؟ ما انا لو لقيته من الاول قفل خط احمر كده مش هتكلم تاني. لكن لو هو قفل الكلام وقال لي لو احنا اتكلمنا في الموضوع ده انا مش هعرفك ومش هنتعامل معاك واللي بينا اتقطع والكلام ده، انا مش هتكلم، صح ولا انا غلطان؟ لازم تفهموا الكلمه، ادام انتوا اتمديتوا في الكلام او اتمديتوا في الموضوع اللي هو اتكلم فيه، خلاص خلصانه كده. عم احمد حبيبي انت فاهم ولا ايه؟ مصمم برضه 15 جنيه كده فهمتوا الموضوع ايه؟ يعني مثلا دلوقتي واحد اداني مثلا فلوس، قال لي خد ده ليك، خدتها، صح؟ لو جه تاني مره واثنين وثلاثه هيديني، صح ولا انا غلطان؟ لكن لو من اول خالص قلت له لا، هيديني تاني؟ لا طبعا. هي المواضيع دي زي دي، زي مثلا بعمل حاجه تانيه يا عم، واحد بشتمه، واحد بهينه، سكت، هشتمه تاني وهينه وتالت ورابع وخامس. لكن لو انا هنت واحد من الاول وشتمته من الاول وجي قال لي يا عم لا، اللي انت بتعمله ده معايا ما ينفعش، انت ليك معامله وانا ليا معامله، انا ما بحبش الكلام ده معاه، اتكلمني باحترام اخره بركه، مش هتكلمني باحترام كده ما اقدرش اتكلم معاه ولا اشتمه ولا اغلط فيه. في بنات تقول لي طب هنعمل ليه ما نعملش ليه؟ طب ما انت لو انت اتمديتي في الكلام ده هيتمادى هو كمان، ومش هيقول لك مثلا صوري لي، لا ده هيقول لك اخلعي الطرحه، اخلعي ملابسك، اخلعي، وكل كلمه ما يقولها وانت ادام انت ايه عامله زي العبيطه لا مؤاخذه في الكلمه، عشان بتحبني، عشان بتحبيه بتعملي اللي هو عايزه. لا طبعا لا، هيقول لك انت شمال من الاخر يعني. ولو انت اتمديتي مره اثنين ثلاثه اربعه خمسه هتوصلوا لحاله انتوا مش عارفين هتتكلموا في ايه تاني، وممكن توصلوا كلام يعني توصلوا لدرجه اللي انتوا خلاص هتتجوزوا وانتوا عشات، وده اساسا انت ما تخلوهوش يعمل الكلام ده الا لما بعد كتب الكتاب او بعد الدخله مثلا. يعني في اي حته في الدنيا لازما ادام انتوا ما دخلتوش دنيا زي كتب الكتاب ولا كده ما تتكلموش في اي حاجه، لا مؤاخذه يعني. لو انتوا لسه على البر اوعوا الكلام ده تقولوه، عشان الكلام ده خط احمر ليكي وليه، عشان انتوا لو انتوا اتكلمتوا في الكلام ده هتمادوا في حاجات كتير وهتزعلوا من بعض وهيحصل مشاكل كتير وقرف كتير، صدقوني والله. انا بنصح البنات اللي هي تتعلم من الكلام ده. في بنات هي عايزه حد يفهمها الكلام ده، يوعيها الكلام ده، لكن في بنات تقول لك يا عم انا فاهم انا بعمل ايه، وتغلط وفي الاخر بتقول برضه التعاني تقول يا عم انا عارف انا بعمل ايه. خلاص شيل التيم بقى، هنعمل ايه؟ احلى مسا عليكم، فهمتوا الكلام.